يوم في حياة سهسوها. الحمد لله انا رجعت انتظم اهو، فيلا بينا نبدا الفلوج مع بعض. اول حاجه صحيت من النوم اخدت الفات بوم، ومش عايزاكم تنسوا عروض الفات بوم، علبتين فات بوم عليهم علبه فات بوم تالته هديه، كل ده ب 600 جنيه والشحن فري. هتلاقوا لينك ويب سايت الشركه تحت اسمي في البايو. بعد كده جهزت الفطار بتاعي. انتوا عارفين ان انا موقفه عيش ورز ومكرونه والكلام ده كله، بس انا بحاول اكل اكل صحي، فجبت الفينو الصحي ده. فطرت الحمد لله ولبست ونزلت، كان عندي مشوار على السريع كده، بس مش عارفه ان بعد ما خلصت المشوار كنت مكشره ليه. المهم المشوار خلص بسلام وروحت البيت بقى علشان اعمل الغدا النهارده بقى هيكون اكله الشتاء الرسميه، وهي العدس. شوربه عدس النهارده هنعمل شوربه عدس، دي طريقتي انا بقى في شوربه العدس. انا بحط جزر وبصل وطماطم وتوم والعدس وبسيبهم يتسلقوا. عقبال ما يتسلق بقى احمر شويه بطاطس، وبعد ما العدس يتسلق ويستوي هضربه في الخلاط او هاند بلندر لو عندكم ويصفوه. وبعد كده حمرت الشعريه، الحمد لله كانت هتتحرق مني بس لحقتها على اخر لحظه الحمد لله. المهم حطيت الشوربه على الشعريه، وحطيت بقى كمون وشويه فلفل اسود واتنين مرقه دجاج وبس كده، مش بحط اي حاجه تاني. البطاطس كمان كانت اتحمرت، حطيت عليها بقى توابل بطاطس، واخر حاجه عملت فلفل، قليت شويه فلفل، حطيت عليه خل وثوم وشويه ملح، وكده الغدا يكون زي الفل. وكان طعمه حلو قوي، وانا اصلا من عشاق شوربه العدس وتنفع كمان للدايت. الحمد لله اتغديت واكلت كيتي كمان عشان ما كانتش اكلت. اخر حاجه في يومي بقى اكلت طبق الفاكهه ده لاني مش بتعشى. وبس كده يومي خلص، واشوفكم في فلوج جديد.